سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ لام سمسم الأفلاوية. اليوم راني جبت لكم المختومة الصحراوية على الطريقة الصحراوية اللي في بعض المناطق يقول لها خبزة بالشحم. هذه المختومة تخدم بالشحم، شحم الغنمي ولا البكري، المهم الشحم. وجبتها لكم بالطريقة الصحراوية، ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم كملوا لا فيديو باش تشوفوا طريقة صنع هذه المختومة الصحراوية. اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هنا عندنا 3 كيلو تاع فرينه، نزيدو لها كيلو تاع سميد يكون رطب من نوعيه جيده، نزيدو ملعقه كبيره تاع ملح ونص ملعقه صغيره تاع سكر. نخلطو هذه النواشف مع بعض مليح. بعد نضيفو ملعقه تاع عسل، وإلا ما عندكش عسل تقدري ديري ملعقه تاع سكر. بعد نخلطو بما يكون بحراره الغرفه، نبداو نخلطوه بشويه حتى نتحصلوا على العجينه هذه. ما لازمش تكون متماسكه بزاف، وفي نفس الوقت ما لازمش تكون تتلصق في اليد، تكون عجينه في الوسط. نبداو نلمو فيها حتى نتحصلوا على عجينه بهذا القوام كما راك تشوف فيها. ما لازمش ديريها محكومه بزاف لخاطر ما تساعدكش في الخدمه. خليها بهذا القوام نص نص. نديرو شويه تاع زيت، من بعد نجيبو ساشي تاع بلاستيك نحطو فيه هاد العجينه تاعنا باش نخلوها ترتاح. اولا نخلوها نصف ساعه، نغطوها ونخلوها نص ساعه. من بعد ما جازت عليها نص ساعه نجيبو ندلكوها، فقط واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، مش حاجه ياسره، باش هكذاك تخرج معنا العجينه مليحه. واللي عندها البيتخا تقدر تستعمل البيتخا. نعجنوها بهذه الطريقه كما قلت لكم، ما بقى 5 دقائق ولا 10 دقائق. ومن بعد من الاحسن انك تخليه يبات ليله كامله باش هكذاك يساعدك في الخدمه. انا للامانه هذه العجينه خدمتها وخليتها ليله كامله باش غدوه من ذاك استعملتها. رجعها واذا كنتي تخدمي فيها في نفس النهار خليها تزيد ترتاح 2 سوايع باش تقدري تكملي الخدمه تاعك. نحاولوا نفتحوها مليح بهذه الطريقه في الساشي باش هكذاك نعطوا لها المكان اللي تسع باش ترتاح مليح وتساعدنا في الخدمه. بعد ما خلينا العجينه تاعنا ترتاح رايحين نخدموا مع بعض الحشوه. هنا عندنا بصل، عندنا جزر، عندنا فلفل حار، وعندنا التوابل، عندنا الشحمه تاعنا اللي رحيناها والمعدنوس. نجيبوا هذه الرحيوه اليدويه. انا حبيت نرحيها في هذه الرحله لانها تساعدني في الخدمه. نحوس نرحيها الى مكعبات صغار، مش لخاطر لو كنا نخدمها في الاشوار ولا روبو راح تسرحالي بزاف، وفي هذاك الوقت راح تطلق لي السوائل، وانا نحبها تبقى محافظه على الشكل تاعها وفي نفس الوقت ما تطلقليش السوائل بزاف. هذا الرحيوه هي عمليه وتساعدك في كثير من الاطباق. هاي لك شوفي كيف رحتها لنا الى مكعبات صغار ياسر. راح نكمل كامل هذيك البصل، ونزيد ثاني نرحو هذيك الفلفل الحار الاخضر عفوا، هو ثاني نرحوه. هو هاوليك بعد ما رحينا كما راكم تشوفوا هذا الرحيوه ترحيه لك الى مكعبات صغار بالبزاف كما راكم تشوفوا. هنا يعدي هذا الجزر تاعي حيث في السكرفاج في هذاك الرقيق. نخلطوا الخضر تاعنا مع بعض مليح. من بعد نضيفوا لهم ملعقه تاع ملح ونخلوهم يرتاحوا نص ساعه باش يطلقوا كامل هذوك السوائل باش نقدروا نكملوا طريقه صنع هذا الحشو. هاي لك السوائل اللي خرجت من الخضر تاعنا بعد ما ضفنا لها الملح. من بعد نقطروها مليح. كما الطريقه الصحراويه راح يستعملوا الحشو كما هاك، بدون ما يطيبوه يخلوه ني، لانه راه مرحي ياسر وراح يساعدهم ويطيب لهم. اما انا حبيت نطيبه شويه باش نستعمله. راح نضغط بهذه الطريقه، نديرها في الصفايه تاع البطاطا ولا تاع الشلاطه. المهم تسديه مليح من هذاك الماء باش تقدري تستعمليه. نجيبو المقله تاعنا نحطو فيها هذاك الخضر ونتخلصوا من هذوك السوائل اللي نحيناهم من الخضر تاعنا. واش راح نزيدو لهذا الخضر؟ نزيدو لهم ملعقه ونص تاع طماطم مصبره،
نزيدوا لهم هذا الفلفل المرقد، هذا الفلفل الحار، مختومه بلا فلفل مش راح تجيك مليحه. نزيدوا الثوم، وعندنا فلفل احمر، عندنا راس الحانوت، وعندنا كمون وفلفل اسود. هذو هما الكمامين اللي نحتاجهم في هذه المختومه تاعنا. نزيدو حبه جامبو، هذه اضافيه، انا نحب النكهه تاعو، وانتي حره حبيتي تضيفيها ولا ما تضيفيهاش. راح نحطها فوق النار حوالي 5 دقائق، لا اكثر لا اقل. كما قلت لكم هي الوصفه الاصليه المختومه الصحراويه، ما يطيبوش كامل الحشو، يخلوه ني، ما يطيبوه ما والو. بعد ما نشفناها فقط شويه واحد 5 دقائق، راح نضيفوا المعدنوس تاعنا، هو ثاني واحد دقيقه ولا ونطفو. ما لازمش نخلو الحشو هذا يطيب ياسر. وهوليك الحشو تاعنا بعد ما خليناه برد، لازم للامانه انك تخليه يبرد كامل باش تقدري تكملي طريقه الصنع تاع المختومه هذه. بعد نجيبوا الشحمه تاعنا، هذا من الافضل انكم تختاروا الشحمه اللي تجي في الكلا، راهي تجي مليحه. نخلوها في المجمد تبرد، من بعد نقطعوها ونديروها في الاشوار وكي نحوها نتحصلوا على هذا الشحم المرحي. بهذه الطريقه الاحسن انك ديري كونتيتي كبيره تاع الشحم باش هكذاك تجيك المختومه تاعك بنينه. بعد ما خلطت الشحم تاعي راح ندير ديبولات كبار بهذا الشكل، نحاول ان نديرهم قد العجينه اللي عندي، نكورهم بهذا الشكل ونخليهم بجهه. ونجيبوا العجينه اللي رانا حضرناها، كما قلت لك انا خليتها ليله كامله ارتاحت. هاي ليك شوفي كيفاه تحصلنا على العجينه وكانها مدلوكه. شوفوا القوام تاعها راح تساعدك. نديرو هذه بولات كما قلت لكم، انا خليتها ارتاحت واحد 2 سوايع وشكلتها بهذا الشكل دي بولات، وخليتها تبات ليله كامله في الثلاجه. بعد ما درتها في بلا ودرت له شويه زيت نغطيها ونخليها تبات، والغدوه من ذاك نحتاجها نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا، ونبدا نخدم فيها ولا نص ساعه. اما اللي تخدمها في نفس النهار لازم بين كل مره ومره تخليها على الاقل 2 سوايع ترتاح باش تبدا تخدم في العجين تاعها. هالك العجين تاعي بعد ما جبدته من الثلاجه وخليته يرتاح نص ساعه، نبدا نحل فيه بهذا الشكل. نحط البولات تاعنا تاع الشحم هذيك مع الخضار، ونغلق مليح في الوسط. من بعد نكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه. الطريقة راهي موضحة وراهي سهلة. كما قلت لكم أنا فقط غيرت شوية في الطريقة الأصلية للمختومة. هي كما قلت لكم يديروا الحشو تاعهم بارد في بارد، ما يطيبوه ما والو، فقط يحاولوا أنهم يرحوا هذاك البصل في الرقيق والجزر ثاني في الرقيق والفلفل الحار في الرقيق، ويخدموه بارد مع ديك الشحمة. وكي يطيبوها هذيك هي كي تقعدي تاكلوا فيها تحسي بنكهة داك البصل هو يتقطع وانتي تمضغي فيه تحسي بالنكهة تاعو. اما حنايا شويه نحبوا الحاجه شويه تكون طايبه. راهي الطريقه موضحه، واذا حسيتي العجين شويه ياسر تقدري تنقصي بهذه الطريقه. كامل الحبات تاعنا نخدموهم نفتحوهم، نحاولوا نفتحوهم. من بعد نحطو في الوسط الحشو تاعنا اللي شكلناه على بولات يكونوا شويه كبار. والمختومه بلا حرور ما تجيكش بنينه. هنا راه عندي شويه هذاك الفلفل المرقد زدت له شويه زيت وطليت به الحبات تاعنا باش يجوا حارين. هذا درتهم للزوج تاعي يحب الحرور. راح نكملهم كامل كما قلت لك، نحاول اني نكملهم. كل ما نكمل نغطيهم ببلاستيك بهذا الشكل باش ما ينشفش معايا الوجه تاع المحجوبه تاعي. بعد ما نكملهم كاملين نجيبوا اول حبه بدينا بها ونبداو نفتحوا في المحجوبه تاعنا. وشني كي تبداي تفتحي فيها لازم هذه الطريقه باش تساعدك. ايوا السر تاعها باش ما تتقطع لكش في الوسط انك تفتحيها. اول حاجه في الوسط تحاولي انك ترقي في الوسط مليح، وجوايه تخليهم بومبي كما راك تشوفي. راهي الصوره موضحه. لازم تحاولي انك تضغطي فقط بالاطراف الاصابع في الوسط كي ترقيها مليح
باش تبداي تخدمي في الجوانب بهذا الشكل. ديما في الوسط نرقوها هي الاولى، من بعد نبداو الجوانب نفتحوا بها بشويه بشويه باش هذاك العجين يبدا يمشي تحت الاصابع تاعنا ومش راح يتقطع. وحتى كي نقلبوها ثاني نبداو في الوسط هو الاول باش ما نخلوش العجين تاعنا يجينا غليظ وما يطيبش معانا. بهذه الطريقه نبداو نفتحوا بشويه كي نكملوا في الوسط باش نبداو في الجوانب. وحاولي تفتحيها على قد ما تقدري باش تجيك رقيقه، يكون هذا هو السمك تاعها. وبعد ما سخن معنا الطاجين راح نديروا له شويه قطرات تاع زيت ونجيبوا المحجوبه تاعنا نحطوها باش نطيبوها. كي نحطوها نزيدو نسووها نزيدو نكبروها شويه، نبداو نفتحوا فيها بهذه الطريقه. من بعد شويه نقلبوها ونبداو نحركوا فيها حتى تطيب معنا المحجوبه. وانتي تحركي فيها راح تشوفيها تبدا تنفخ معاك. وكل ما تنفخت لك راح تتاكدي بلي الحشو تاعك يزيد يطيب، وما حتى العجين تاعك راح يطيب، مش راح يجيك ني. هاي لك المحجوبه راهي تتنفخ معانا. كي تتنفخ بدي حركي فيها، حاولي انك تبداي تهبطي فيها حتى يروح هذاك الهواء، وتبدا هذيك الحشوه الداخلانيه تزيد تكمل الطياب تاعها. هاي لك هذو الحبات اللي راني طيبتهم، راح نزيد نكمل الحبات المتبقيين. ومن بعد راكم شفتوها هاي لك حاضر المحجوبه تاعنا بطريقه صحراويه. على بالي مش راح نخدمها كيما الصحراء، وانما جبتها لكم بطريقتهم. اذا حبيتوها بالطريقه الاصليه ديروا الحشو ني ما تطيبوه ما والو. ها نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيفاه تجي العجينه، تشوفوها كيفاه طايبه والحشوه ثاني. هذه هي المحجوبه، ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. والان نشرحكم اذا عجبكم يدي على خدك زي نشوفو مواجو البحار. اجي دهويني اجي على العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار. عيني على عينك تيشهدوا نجوم القمر.